بسم الله. ريهام سعيد تستاهل اللي حصل لها. هي اللي عملت في نفسها كده. تجميل ايه كتير اللي بتعمله ده، وهي تستاهل من عمايلها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا احبابي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث فيما معناه: لا تشمت في اخيك فيعافيه الله ويبتليك. احنا ملناش في انفسنا شيء، احنا في لحظة الاقدار بتتغير معانا، بمكالمة صغيرة، بنتيجة أشعة أو بتحليل، بخطوة غلط خطيتها في الشارع من غير أي سبب. محدش ضامن عمره، ومحدش ضامن صحته، ومحدش ليه في نفسه حاجة. كل دي أقدار. ممكن يكون فعلا في غلطة عملتها، إن هي مثلا عملت تجميل، أو الدكتور يكون هو اللي غلطان خطأ طبي، الله أعلم. أيا كان السبب، ما يحقلناش ان احنا نقعد نشمت في الناس ونقول احسن تستاهل، هي اللي عملت في نفسها كده. دي اسمها شماتة يا جماعه، ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحكم على الناس، وربنا اللي بيحاسب الناس مين يستحق النار ومين يستحق الجنه. وملناش في انفسنا شيء، ونخف شويه عن الناس. سيبوا كل واحد في ابتلاءاته وفي همومه. ربنا يفرج كرب الناس كلها يا رب ان شاء الله، ويشفي كل مريض.